السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكة خفيفة ظريفة، لا في المكونات ولا في الطريقة. بلا ما نطولوا بزاف ندوزو مباشرة للمكونات وطريقة التحضير. يلا نبداو على بركة الله. غنحتاجوا ليها كيف ما كتشوفوا كاس ديال الماء، كاس ديال السكر، كاس لا روب الزيت، ساشي ديال الكاكاو مور، ساشي ديال السكر فاني. هادو هما اول حاجه اللي كنبداو بها. غناخذ واحد الكاسرونه غنوضع فيها هادشي كامل اللي كتشوفوا وغادي نديرو فوق النار. غادي نبدا بالتحريك ديالي حتى غادي يتجانس ليا هاد الخليط. غادي نوضعو يبرد ونكملو تتم التحضير اللي ما بقى فيهم حتى شي حاجه اللي هي كثيره. بقى لنا البيض، الخمارات والطحين. يلا بقاو معايا حتى نديرو فوق البوطه ونرجع معكم. غنردكم معايا وغادي نقول لكم نسينا اهم مكون في هذه الكيكه اللي كيعطيها واحد المذاق خطير خطير جدا، اللي هو الكاكاو. الكاكاو هذا الحلو اللي ما عندوش غيدير كوابيل، يعني يا اما نص باكيه ديال الكوابيل غادي نعقلوا عليها نص باكيه ديال الكوابيل، او لا هذا الكاكاو هذا اللي كنديروا ديال شريبه الحليب الوليدات. غادي ناخذ منه 4 ديال المعالق كبار ممتلئين كيف ما كتشوفوا معايا. وكيف ما قلت قبل غادي نوضع هادشي كله فوق البوطه. غادي نبدا بالتحريك الجيد حتى غادي يتجانس ليا هذا الخليط هذا وغادي نرجع معكم. من بعد ما تجانس ليا الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ منه كاس لاروب. كاس لاروب هانتوما، هذا هو باش غادي نسقيو الكيك ان شاء الله ملي غادي يطيب لينا. وغادي نخلي هذا الخليط هذا ديالي يبرد ليا مزيان باش عاد نضيف ليه البيض والدقيق كيف ما قلت لكم. الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا صافي برد، حيدته زولته من ديك الكاسرول ودرته في هذا الاناء هذا باش نكمل ليه التحضير. غادي نحتاجوا 2 ديال البيضات، الا كان البيض كبير خذوا غير وحده. صافي غادي نضيف دابا 2 ديال البيضات كيف ما كتشوفوا معايا. الاولى وهاد الثانيه. واحد القبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق. غادي نطرب 2 بيضات هما الاولين. غنضيف دابا الكاس الاول ديال الدقيق كيف ما كنقول ديما في الوصفات ديالي كيبقى على حسب النوعيه اللي عندكم. راه كاين الدقيق اللي كيتشرب دغيا، كاين اللي شويه. المهم ها نتوما شوفوني انا غادي نضيف الكاس الاول حيت انا كل مره والدقيق كيفاش كنطيح فيه. غادي نضيف الكاس الاولاني، غادي نضيف 2 ديال الخمارات معاه نتوما. مع الاستمرار طبعا في التحريك باش يتحيدوا لنا دوك الحبيبات ولا دوك التكتلات. الساشي الاول ثم الساشي الثاني. صافي بالنسبه لي انا بان لي الخليط باقي خصني نزيد فيه واحد شويه. هانتوما غنضيف دابا واحد المعلقه كبيره ونص حتى نشوف. بالنسبه لي انا الخليط دابا هو هذاك. غادي نضيف واحد معلقه صغيره مع مراش ديال الخل. راكم عارفين الخل شنو هي المهمه ديالو، كيعطينا ديك الهشوشيه ولا ديك التفشفيشه للكيك ديالنا. المول ديالي راه واجد مدهون ومرشوش بشويه ديال الدقيق. المول كيبقى على حسب نتوما شنو بغيتو فين ديروه. صافي غادي ندير الكيك ديالي وغندخلو للفران لان ديجا مسخناه ماشي سخون بزاف. يلا شعلته يعني ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد، الميديوم ديال يعني معتدل الحراره. غندخل الكيك ديالي ياخذ حقه في الطياب كيف ما ديما كيف ما كنقول لكم، يا اما فران غازي اولا فران كهربائي. ونرجع معكم باش نشوفوا الكيك ديالنا كيفاش جا. وكيف ما كتشوفوا معايا ها هي الكيكه ديالتي صافي طابت. هانتوما راه كتجي تبارك الله عاليه، مع ان المولانه عندي راه كبير ولكن راه كتجي عاليه. غادي نسقيها بهذا الكاس لاروب اللي نقصت في الاول عقلتوا عليه. هذا غادي نسقيها به وهي سخونه، يعني غادي نتكها بواحد كيردو. غادي نسقيها ونديمو ليها ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا معايا انا كنزين دابا الكيك ديالي من بعد ما شربته بهذاك الكاس لاروب اللي نقصنا الاولاني، غير بهاد شويه ديال الكوك كيف ما كتعرفوا راه كيتواتى مع الشوكولا حتى هو مزيان بزاف، يعني كيجي لذيذ معاها. اكتفيت به صافي وغادي نقسمها معكم واخا راها مازال سخونه باش نوريكم كيفاش كتجي من الداخل. نتوما من الاحسن خليوها حتى تبرد
يعني مزيان، تجي خفيفه 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 ومعلكه في نفس الوقت. هانتوما شوفوا ديك التشريبه اللي درنا ليها، وها هي حتى من الداخل. يا سلام هانتوما يا لاله، ها هي التفشفيشه اللي قلت لكم والتعليكه في نفس الوقت. ما بقى لي غير نقول لكم ضروري تجربوها، لانها كيف ما كتشوفوا فعلا كتستحق التجربه، سهله بسيطه وفي المتناول. بهكذا الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو، كنتمنى ان الفكره تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، علاش لا. الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده بحول الله.